إخواني أخواتي متتبعي قناة العين تي في، أهلا وسهلا بكم إليكم هذه المقتطفات الرياضية المتنوعة. بعد انفصال كل من زياش ونادي الدحيل القطري، حكيم زياش يختار وجهته بين الوداد والعروض الخارجية. كشفت صحيفة المنتخب المغربي استنادا إلى مصادر موثوقة عن النجم المغربي حكيم زياش لن يوقع لنادي الوداد الرياضي على الرغم من المحاولات المكثفة التي قادها الثنائي نور الدين مرابط وكريم الأحمدي لإقناعه باللعب مع الفريق الأحمر خلال مونديال الأندية المقبل التي ستجرى فيها الولايات المتحدة الأمريكية. ووفق ذات المصادر فإن زياش يفضل التريث ودراسة عروض أوروبية وخارجية تلقى مؤخرا ما يبعد في الوقت الراهن فكرة عودته إلى البطولة الاحترافية المغربية. ويتواجد صانع الألعاب المغربي حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء عطلته الصيفية، على أن يحدد وجهته المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة وسط اهتمام كبير لعدد من الأندية سواء في الخليج العربي أو في أوروبا من أجل الانضمام إليها، خاصة من الدوري الهولندي الذي قد يشكل بوابة عودته إلى المنافسة القارية. يشار إلى أن حكيم زياش أنهى مؤخرا تجربته القصيرة مع نادي الدحيل القطري بعد 6 أشهر فقط من التوقيع رغم ارتباطه بعقد يمتد ل3 سنوات، وهو ما طرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذا الانفصال المبكر. هكذا تتحدث الكثير من المصادر الإعلامية الرياضية عن ما الذي وقع بين حكيم زياش وفريق الدحيل، وما هي الأسباب التالية خلف انفصال الطرفين وانفصل بطريقة حبية، وما هي العروض المقدمة لحكيم زياش من أجل أن يختارها سواء في الدوري الخليجي أو في الدوري الأوروبي. فقد توقف موقع سيت أنفو عند الإنباء الأخيرة التي تفيد رغبة الوداد في التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش بعدما بات لاعبا حرا عقب انفصاله عن الدحيل كما قلنا. وكذا المصدر في هذا الصدد أن الوداد لم يقدم على أي حركة تعزز فرضية التعاقد مع حكيم زياش، كما لم يربط أي اتصالات مع محيطه. وتابع أن الوداد منشغل في الوقت الراهن في التحضير لكأس العالم للأندية المقابل. تبقى صفقة حكيم زياش بعيدة المنال على الفريق إلا إن كانت هناك متغيرات تتمثل في عرض اللاعب لخدمته. شكرا لكم وإلى فرصة قادمة بخير. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.